صلي على الحبيب وتعالي كده نعمل مع بعض حاجة للولاد سهلة وسريعة وتكون كده طرية كده وهشة كده وطعم خطير جدا. هنا بقى كده بولة عندنا اهي كده وهننزل فيها 3 بيضات، بس انا بصراحة جيت كسرت بيضاية طلع فيها صفارين. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى قادر طبعا على كل شيء. وكيسين من الفانيليا، او لو عندك فانيليا سايلة حطي معلقة من الفانيليا السايلة. وكمان هنستخدم كوباية من السكر. وخلي معيارك واحد، يعني الكوبايه اللي عايرتي بيها السكر هي اللي هتعايري بيها الدقيق، هي اللي هتعايري بيها الزيت عشان تطلع الحاجه معاكي مظبوطه. هنضرب بقى البيض مع السكر مع الفانيليا كويس جدا جدا لحد ما يدوبوا كلهم كده مع بعض. بس ما تنسيش يا بطه يا وزه يا حلوه انت وهي تصلي على المصطفى سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وتحطي كمان اللايك بتاعي. هنا بقى كده هنسمي الله وهننزل بكوبايه الا ربع من الزيت، ويكون زيت نوعه حلو علشان خاطر ما يغيرش طبعا من طعم الكيك بتاعنا. وكمان جبت بقى برتقانتين كده حلوين من ابو سره ده اللي لسه طالع وضربتهم في الخلاط. وهننزل عليهم كده على البيض والسكر والزيت. بصوا انا بحب على طول استعمل البرتقان ابو سره، في ناس بتحب تستعمل السكري لما بيطلع. انا بصوا اكتر حاجه بستخدمها حتى في العصير بستخدم ابو سره، بيبقى حلو جدا جدا وناس كتير جربته معايا وقالت لي فعلا بيبقى حلو. هنا بقى كده زي ما انتوا شايفين كوبايتين ونص من الدقيق هننزلهم على الخليط بتاعنا دوت، وكمان كيس البيكنج باودر بتاعنا اي نوع انتي بتفضليه. وهنبتدي ان احنا نقلب كل الخليط بتاعنا ده كده في قلب بعضه. اللي حابب يحط معلقه خل يحط، انا عمري ما بحط بصراحه معلقه الخل دي خالص في الكيك بتاعي. وبيطلع بسم الله ما شاء الله هش وطري وبيبقى مرتفع وبيبقى حلو جدا. هنقلب كله في قلب بعضه. سمي الله كده وادهني الصينيه بتاعتك بنقطه كده من الزيت، ونزلي بقى الخليط بتاعنا. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، نازل حلو جدا جدا. طلعي بقى كده الهوا من الصينية بتاعتك وحطيها على الشبكة على نار متوسطة، واللي عنده تايمر يظبط على 180 ويدخلها الفرن ويخليها على الشبكة وما تفتحيش عليها غير بعد ربع ساعة علشان تاخدي نتيجة مظبوطة. اول ما تطلع هوريها لكم على طول. اللهم بارك، ادي الكيك بتاعي طلع. بصي وهو سخن اوعي تفكري تقطعيه خالص علشان خاطر هيتفرفت منك. هنسيبها لما تبرد خالص نهائيا ونبتدي ان احنا نقطعها مع بعض. انا بقى كده بصوا انا قطعتها كده وطلعت اهو قطعة كده حتى من الحرف مش من النص كمان. بصوا الطريان بسم الله ما شاء الله طالعة حلوة جدا جدا. واول حاجة كمان بصي ما تخليهاش تلزق منك في الصينية، يعني ما تعليش النار عليها يا بطة يا وزة يا حلوة انت وهي عشان تطلع معاكي مظبوطة كده ويبقى سواها حلوة قوي كده ويبقى ارتفاعها كمان زي ما انت شايفة كده. يا رب الطريقة والفكرة تكون عجبتكم ويا رب اكون عند حسن ظنكم. واقول لكم زي ما بقول لكم كل مرة ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.